اللي حضرتك بتشوفها دلوقتي على الشاشة الحاجة حنان من الشرقية، وبالتحديد مركز ديار بنجم، والدة علي نبيل، مصري ومغترب بالإمارات، واللي بالتحديد من يومين نشر فيديو على صفحته اللي هتشوفه قدامك دلوقتي. للأسف اللي حضرتك شفته من شوية هي زوجة علي، وهي بتعتدي على والدة علي أي حماتها زي ما شفت في الفيديو كده. علي كتب فوق الفيديو اعتذار لوالدته على اللي حصل، وقال إنه لولا الغربة ما كانش ده حصل من الأساس، واعتذر لوالدته وقال إن حقها مش هيضيع وهينزل يجيب حقها. وفي أول تعليق من الحاجة حنان صاحبة الواقعة ووالدة علي، قالت إن اليوم ده كان يوم الجمعة، في الوقت ده كانت راجعة من الشغل ولقت مرات ابنها بدأت تمسك فيها وتتخانق معاها. من الجمعة اللي فاتت مرت ابني انا جيت من الشغل الساعه 10 كده، 10 ونص كده، رجعت عماله ايه تتقتل معايا، انت مش جبت لي موسم عاشوره ايه وانا مخطوبه. المهم قلت لها انت جايه تعملي موسم بعد سنه ونص جواز وخلفت بنت وتدوري على كلام فارغ يعني. قالت كمان انها سابت البيت لمرات ابنها وراحت قعدت عند سلايفها شويه علشان المشاكل دي ما تكترش او ما تكبرش. المهم عماله بقى كلمه من هنا على كلمه من هنا، قمت انا سبتها ونزلت رحت قعدت ايه عند يعني في البيت التاني عند سلايفي، علشان في الوقت ده توصل والدة الزوجة نداء لحد بيت بنتها. فعلا تروح نداء لبيت سلايف حماتها تطلب من حماتها انها تيجي علشان تقابل والدتها في البيت. قالت لي تعالي كلمي امي. هي اللي جت؟ جات لي تعالي كلمي امي. وقلت لها خير امك جايه لي ده في ايه؟ قالت مش عارفه تعالي كلميني. الحاجة حنان كمان اضافت وقالت ان ده الحوار اللي حصل ما بينهم قبل واقعة التعدي. جيت بقى دخلت من البابا كده لقيتهم قاعدين في طول بعض. المهم بقى ايه امها بتقول لي انت واحنا وانتوا خاطبين بنتي مش جبتوا لها مواسم ولا احنا غصبنا عليكم ولا قلت لها بصي يا بنتك مش اتجوزت يا ام نداء، بنتك اتجوزت، انت بتفكري في ايه ولا بتقولي ايه؟ راحت جايه قايله لي احنا مش غصبنا عليكم، يعني الموسم قلت لها بص اي موسم يجي من يمينكم ادي لبنتك بس ايه مش تسلطوها وسيبوها تعيش. البنت ما بتروح هناك كانت قبلها بيوم هناك يوم الخميس، يوم الخميس جت بالليل كان شكلها ايه متغير. الست كمان قالت انها كانت ولا زالت بتشتغل لحد وقتنا هذا وفي سنها ده علشان يفضل شكل اولادها كويسين ومستورين قدام الناس. قاعده مع عيالي مش سبتهم، رحت اشتغلت في طابونه ولحد الان بكافح معاهم. ليه اولادي عايزاهم يتنصبوا قدام الناس. وكمان قالت انها كانت هتطلب من ابنها انه يبعت لمراته فلوس وتتعزل يعني في البيت فوق لوحدها علشان تعيش مرتاحه. ايه تقعدي فوق وانا هتصل على علي النهارده اقول له يا علي انت يا ابني ابعت لمراتك فلوس وهي تقعد لوحدها عشان انا مش انت عايزه وش ولا مشاكل، عايزه اعيش بقى يعني عايزه اعيش بقى بين مرتاح. المهم يا سيدي بالفعل علي نزل من السفر، وده كان اللي حصل ما بين علي وما بين والدته اول ما رجع. وفي اول تعليق منه عن الواقعه قال الكلام ده. انا نشرت الفيديو لهدف، انا الفيديو مش كنت هنشر. كنت لسه هسأل حضرتك. ما انا يا فندم انا مش هرضى انني مثلا مش سهل ما نشرتش الفيديو. الناس مش هتصدق اللي احنا بنقوله. لا بالفعل هتصدق ان والدتي كانت هي اللي بتخرج مرتي، كانت هي اللي بتضرب مرتي. ولما سئل ان كان في تواصل ما بينه وما بين زوجته يوم الواقعه قال دي بعتت لي فويس وكانت طبيعيه جدا زي ما هتسمع كده. هي بعتت لي رساله صوتيه قبل ما اختك تعرفك ان اللي حصل. بعد الحادث. هي الرساله مبعوثه الساعه 11 ونص او 11 وثلث. اللي حصل كان الساعه كام؟ كانت اخر رساله هي اللي حصلت كانت الساعه 10 36 دقيقه. ده تبع الكاميرات يعني انت عرفت دلوقتي. هي الرساله كلامها كان ليا يعني واحده كانها مثلا هي والدتي مش كانوا متخانقين، لا واحده كانت بتكلم جوزها عادي. مفيش حاجه تطمن على البيت او تطمن. علي انا ان كنت مش هتوفر لي راحتي في البيت انا هروح عند بيت ابويا، انا ما اعرفش. وطبعا لان الطرف الاخر له حق الرد وكان لازم نجيبه في الفيديو ده، وانا ما رضيتش اطلع ولا اتكلم في الفيديو ده غير لما جمع كل الاطراف. علق والد الزوجه وحمى علي على الواقعه وقال انه في اليوم ده عرف ان في مشكله ما بينها وما بين حماتها قبل واقعه التعدي يعني، وهو كان مشغول بنقل حاجات او نقل عفش زي ما قال. بعت مراته اللي هي حمات علي ووالده الزوجه قال لها روحي راضي الطرفين على بعض زي ما هتسمع كده. سوء تفاهم زي ما الأصلية سوء تفاهم في بيت، كنت بنقل عزالي في سكن تاني، ففوجئت بسوء تفاهم فقلت للمدام خدي بنتك
وإرادة الطرفين على بعض وكده. وتعليقا منه على واقعة التعدي اللي حصلت من بنته على حماتها، قال ان بنته كانت مسحورة وبيعالج فيها وبيجيب لها مشايخ بقاله اسبوع. ده على حد قوله وزي ما هتسمع كده. فطبعا بنتي بقالها أكتر من أسبوع ملموسة ومسحورة وبنعالج فيها، وجاء أكتر من شيخ لها قرأ عليها قرآن، فالبنت مش طبيعية خالص وتصرفاتها مش طبيعية. فربما يكون التصرف ده حصل تحت تأثير سحر أو تحت تأثير مس. فأنا في المجمل الناس دي أهلنا وإحنا أهلهم، وبيننا وبين بعض حتة لحم. دي الحكاية يا عزيزي اللي انتشرت في السوشيال ميديا زي النار في الهشيم، وانا ما حبيتش اطلع ولا اتكلم غير لما اسمع من جميع الاطراف واجمعهم لكم في فيديو واحد. ده بما ان الواقعة ما اقتصرتش على حد الاسرة وانتشرت للرأي العام. في الاخر التعليق متروك لحضراتكم، سواء في اللي عملته الزوجة في حماتها وفي رد اهلها وتعليقهم على الواقعة، وفي رد الحاجة حنان وابنها على اللي حصل. استنى رأيكم في الكومنتات وبس كده.